فقدت الساحة الفنية المغربية الممثل المسرحي جمال الدين الدخيسي الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم بعد صراع طويل مع المرض. الراحل راكم تجربة طويلة من العطاء في المجال المسرحي والسينمائي والتلفزيوني ل3 عقود. ورقة عن الراحل جمال الدين الدخيسي مع حنان أرسلان. آخر حضور للراحل جمال الدين دخيسي كان خلال الدورة الأخيرة للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، حيث تم تكريمه عرفانا بعطائه في مجال السينما والفن عموما. انتقل إلى رحمة الله ومغفرته أستاذ جمال الدين دخيسي عن سن 66 سنة بعد معاناة مع المرض ديال السرطان. هذا المرض اللي خلاه ما امكن انه يكون مبين القوه ديالو، كيفاش انه كان متفائل بالحياه وكيفاش انه استمر في العمل وعطانا درس في ان الانسان يبقى دائما متشبت بالحياه الى اخر لحظه. اولا استاذ، ثانيا فنان، ثالثا انسان. استاذ اللي عطى وربى اجيال اللي تتحفل بهم الان الساحه الوطنيه في مجالات عده من الفنون، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون. ونعم الرجل لا في المبادئ ولا في كيفاش كان كيشوف المسرح ولا كيفاش كان كيشوفنا. ما سخيناش به والحمد لله الله يرحمه السعدي ببان الجنة. فنان وممثل ومخرج راكم على مدار 30 سنة تجربة فنية كبيرة تمثلت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزية والمسرحية. من الأعمال التي شارك فيها الراحل إما لرشيد الوالي، الوشاح الأحمر لمحمد اليونسي، وحياة بريئة لمراد الخوضي. وكان آخر عمل ظهر فيه الراحل هو فيلم نوح لا يعرف العوم لرشيد الوالي. كلنا من هنا لهنا، رانا مودنيك وعينك في الدوار. انسان اللي عطى شيء كثير للفن في بلادنا، بالخصوص المسرح، وكون مجموعه ديال المشخصين، واللي انسان اللي جاب الجديد لهذا الميدان هذا. الرجل الذي منح الكثير بشموخ كبير، الرجل اللي غادي نفتقدوه في خشبة المسارح بتعليماته بتوجيهاته، وغادي نفتقدوه في بلاطوات التصوير لانه رجل اللي ربى اجيال واجيال. اشتغلت معه كاستاذ وكمدير المسرح محمد الخامس وكمدير في المعهد العالي المسرحي. لا اله الا الله، الله يرحمها، روح البركه في راسنا جميع. صعيب يتعوض استاذ جمال الدين دخيسي، صعيب بزاف. غادر جمال الدين دخيسي الى دار البقاء، وشاء القدر ان يرحل في يوم ميلاده لتكتمل حلقة مسار من العطاء والتضحية كفنان وأكاديمي ربى جيلا من المسرحيين والفنانين. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.